السلام عليكم متابعين ديالي داخل الوطن وخارج الوطن، وتحيه كبيره للجاليه الاوروبيه والمغاربه من طنجه حتى للقويره. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. اليوم بغيت نشارك معكم القطبان ديال اللحم اللي وعدتكم بهم من قبل، والطريقه باش اللحم مني كطيبوه ما يجيكمش قاصح في الطياب او لا يجيكم ناشفين، او راه بزاف ديال الناس كيعشقوا القطبان ملي كيبغيو يندغوهم ما كيتنضغوش ليهم. انا غادي نعطيكم السر اللي كيخلي القطبان كيجيو فتيين واللحم كتجي عرفتو بالزبده، يعني كتنضغي اللحم القطبان كيجيو رطبين بزاف. يلا ديروا لي واحد اللايك، بارطاجيو لي هذا الفيديو، كنتمنى يعجبكم بزاف. هذا الفيديو راه ديال العام اللي فات وجدته معكم في العيد الكبير وبغيت نحطو ولكن ما كتابش، قلت نخلي حتى هذا العام ونشاركه معكم. ايوا دعيو معايا البنات، الله يفاجئ عليا ان شاء الله يا ربي والله يشافيني يا ربي امين. دابا غنشارك معكم الطريقه ديالي. كناخذ اللحم يعني دوك الجهه ديال المهم الرجل ديال الخروف بجوج، كناخذ دوك الرجلين كنقطعهم كاملين على حساب واش بغيتو القطبان، يعني الكرده كتكون غليظه ولا رقيقه على حساب اللي بغيتو. المهم هانتوما شفتوا اللحم كامل وكنقطعو يعني دوك الطروفه كاملين وكيجيو الصراحه زوينين بزاف القطبان، كيجيو مخيرين. وكنتمنى تعجبكم الطريقه، وديروا لي اللايك وبارطاجيو لي الفيديو، والله يحن عليكم والله يسهل عليكم. انا كنقولها ونعاود الفيديو هذا راه مصور العام اللي فات ديال العيد اللي فات ولكن ما حطيتوش ليكم. دابا عاد اش كتاب انني نشارك معكم الفيديو. صافي هنا البنات اللحم غادي نقطعو كامل وان شاء الله كامل غادي يتقطع كامل بحال هكا. نحاول نقطع اللحم ديالي كامله. هاد القطبان كنصاوبو انا بالليل في نهار العيد، بالليل كنقطع اللحم واخا حتى تيضروني يديا كيمرضوا ليا بزاف الصراحه. ما عرفتش واش حتى نتوما بحالي ولا لا. ملي كنقطع اللحم بالليل صافي يدي كيتنفخوا الصباح كيوليو عرفتي منفوخي ما كنقدرش باقي نشبر بهم شي حاجه. صافي هنا هانتوما شو كنوريكم الحجم ديالهم، كنقطعهم بهذه الطريقه. صافي انا كنقطع انا اللي ما يتسمى بركابي، الله ياخذ فيه الحق في هاد العواشر يا ربي امين، الله يعجل بها شنو غادي نقدر نقول. صافي هنا صافي هنا حاولت ندور الكاميرا حدايا باش نقطع لكم اللحم مكاد باش تشوفوا طريقتي. الموس غندير نستعمل غير هاد الموس الصغار كيكونوا ماضيين دغيا. صافي هنا اللحم راه تقطع تقاد صوب. غادي ناخذ هذا ما عرفتو المعدنوس ولا القزبر كيتغالطوا ليا. المهم هذا كناخذ هذا القزبر المهم ولا المعدنوس، المهم ما عرفتش تقول لي في التعاليق راه كيتغالطوا ليا بزاف. صافي كنغسلو مزيان كيتنشف. كنحاول نجمع غير العروشه بحال هكا، نجمع العروشه ديالي بحال هكايا وصافي كنحاول نقطع يعني الربيع ولا المهم يكون رقيق شويه بواحد الكميه كثيره. صافي كنجمع دوك باش نقص منه دوك العواد ما يجيوش فيه العواد بزاف. صافي نقطع مزيان هاد الربيع كامله. وبالنسبه للعطريه راه وجدتها. ايوا دابا نتوكلوا على الله. الطريقه تعجبكم بزاف بزاف، منها حتى اللحم ما كيطلقش داك الماء ديالو، كيبقى اللحم يعني بالماء ديالو، يعني كيبقى اللحم ناشف كيجي زوين بحال هكا. دابا غادي ناخذ هاد الكميه ديال اللحم نقسمها على جوج بحال هكا. المهم انا كنت ديك الساعه درت الليقه حيت كنت ذبحت صبعي بالموس وقلت اللهم الليقه راه مزيانه. صافي نقسم هاد الكميه كتير على جوج. ودابا غادي نحاول ندير كل نص ديال اللحم غادي نتا بتشرميله وحده غادي ندير فيهم غير اللحم باش يتشرمل مزيان وياخد حقه من القوام. صافي درنا الربيع. غادا نزيد دابا العطريه حتى هيايا. نحيدو هاد العواد نحيدهم ديال القزبر ولا مع المعدنوس راه كيتغالطوا ليا. نتوما كتقولي في التعاليق الله يسهل اموركم راه كنساهم كيتغالطوا ليا. هنا درنا الكمون، شوف الكمون طحنته في هاد الماكينه كتنفعني الصراحه في العطريه. الكمون تبارك الله جديد، الريحه ديالو زوينه. صافي غادا نحاول
نكب العطريه كنديروا الكمون. غادي نزيدو هنا التحميره حتى هي ضروري من التحميره باش كتعطيها اللون. غادي نزيدو هنا شويه ديال البزار وغادي نزيدو الزيت. ايوا دابا غادي نشرملو مزيان هذاك اللحم تيشرب القوام وشويه ديال هذاك القزبر اليابس. ايوا دابا غادي نبداو نخلطو مزيان مزيان داك اللحم حتى يشرب العطريه. صافي انا راه زدت واحد شويه ديال الكمون حيت الكمون الصراحه هو اللي كيصاوب القطبان. خلطوا مزيان اللحم بهذه الطريقه هكا. بالنسبه للملحه كما قلت لكم في اللايف اللي هضرت معكم من قبل، الملحه ما ديروهاش في اللحم دابا. الملحه والبصله هادو راه بجوج هما اللي كيخليو القرده ديال اللحم كتجي ناشفه، واللحم كيجي الصراحه ما كيجي قاصح، ما كيبغيش يتندغ. كتندغو بحال هكا صافي كتعيا وكتملو من داك القرده. صافي هنا غادي نجيب هاد الباركيطات هادو، غادي نحاول هادو راه انا خديتهم من عند الجزار العام اللي فات. غادي نشدهم بحال هكا نستفهم. هادو راه ديال نص كيلو، كاين الكبار وكاين الصغار، كاين ديال الكيلو كاين تاع نص كيلو كاين ديال الرابعه. ايوا صافي غادي ناخذ هنايا الكميه ديال اللحم ونقسمها على هاد الباركيطات هادو، اولا تقدروا تستعملوا الساشيات ديال اللحم ولا تستعملوا السوبيرات اللي توجد عندكم. المهم انا غادو فيهم العبار نص كيلو. هذه هي الطريقه اللي كتجي ساهله وكتجي زوينه باش اللحم كيبقى محافظ على داك الفيتامينات والبروتينات ديالو، ونفس الوقت اللحم ما كيطلقش داك الماء. هذاك الماء الا فات حتى يعني طلق من اللحم في الوقت اللي قبل ما طيبوه كيما كيجيكمش زوين. القطبان كيجيكم ناشفين، كيجيو بحال الكاواتشو، يعني ما كيتندغوش، كيعييكم في الماكله. بهذه الطريقه هذه تقدروا تحتفظوا بهم بواحد المده طويله وكيبقاو بالبنه ديالهم كيبقاو مشرملين وكيجيو زوينين. بالنسبه للطريقه ديال الطياب، مني تبغيو طيبوا الكميه اللي غتبغيو طيبوا مثلا في الغداء، غادي تجبدوا هاد كميه بحال هكا ديال بواطه بحال هكا من هاد القطبان، غتخليهم تيترخفوا شويه مع الصباح. ملي تبغيو طيبوا بحال الفطور ديالكم جبدوا واحد السوبيره حطوها. صافي ملي غادي تحطوها يبان لكم اللحم صافي رطاب شويه طرخه ما بقاش متلج. غادي ديروا فيه وراه ملي كيترخى في اللحم راه ما كيطلقش الماء، واخا يكون مجمد راه ما كيطلق لا الماء لا حتى شي حاجه، كيبقى محافظ على الماء ديالو. غديروا فيه بصله مشلضه ولا محكوكه وكديروا معاه شويه ديال الملحه. صافي هذه هي الطريقه ديال كيفاش تشرملوهم. ومنها اللحم ما كيطلقش الماء، كتبقى القردان يعني ناشفه بحال اللي كيتباعوا في المتاجر الكبرى، بحال اللي كيتباعوا عند الجزار. المهم القرده اللي كيبيع الجزار مشرمله وداك الشيء. هذه هي الطريقه ديالهم، انا شاركتها معكم كتجي زوينه. صافي ومني كتشرملوا القطبان كديروا فيهم الملحه والبصله كيتشرملوا مزيان. صافي كتعمري الحيمات في القطبان ديالك كطيبيهم. كنتمنى الفكره تكون وصلات، ولا ما فهمتوش شي لقطه ولا شي حاجه خليوا لي في التعاليق وانا ان شاء الله نجاوبكم. صافي كونوا هانيين. ايوا هذه الطريقه اللي شاركت معكم. اللحم كيبقى ناشف وكيجيو رطبين، والله العظيم الا كيجيو رطبين. راه السبب ديال المشكل ديال القطبه اللي كيجيو قاصحين راه هو الملحه والبصله. مني كديروا في القرده كتبان لكم القرده صافي بحال اللي كتطلق الماء، وديك البصله كتزراق صافي ما كتجيش زوينه. البصله والملحه حتى الساعه بساعه كنقولوا حنا قبل الطياب مثلا بساعه ولا بساعتين المكانه. صافي كتوجديهم كديري فيهم البصله تخليهم يرتاحوا على ما توجدي المجمر ديالك اولا الشوايه اللي كطيبي فيها. صافي وطيبي وتبرعي لي مع راسك. هادشي اللي كاين البنات. كنتمنى الطريقه تكون مفهومه، وعواشركم مبروكه ان شاء الله كاملين بالصحه وبالسلامه وباش ما تمنيتو وبزايد الرزق ان شاء الله يا ربي. وكما قلت لكم البنات راه هذا الفيديو هذا رانا درته العام اللي فات وجدته باش نحط لكم مع العيد الكبير، حيت هذه الوصفه اللي الصراحه مستحيل باقي تستغناو عليها. وصفه اللي ناجحه 100%، وصفه اللي غتعجبكم بواحد الدرجه ما تتصوروش. والله العظيم البنات الا راه وصفه خطيره. ايوا نتمنى البنات يعجبكم الفيديو، ديروا لي اللايكات، بارطاجيو مع الاهل ومع الحباب ديالكم، ودعواتكم لي ان شاء الله بالشفاء العاجل ان شاء الله يا ربي. المهم البنات
كما ما تنساونيش. الله يجازيكم كل خير. كثروا التعاليق التعاليق التعاليق، راه حمل الوالدين ديالكم. وهاد العواشر الله يسهل عليكم الصعاب، والله ينجح وليداتكم، والله ينجح جميع وليدات المسلمين يا رب العالمين. وشكرا لكم بزاف، شكرا لكم بزاف كما نتوما كتبغيوني، وبقى لكم الكبير وبتعاليقكم. الصراحه كنحس بان عندي واحد العائله في اليوتيوب، واحد الناس اللي قراب مني كتر 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 بزاف، وبالاخص في هذه الفتره اللي كانت تعالج فيها. كنشكركم بزاف بزاف على الدعوات ديالكم، على المسانده ديالكم ليا. والله يحفظكم، الله يحفظ لكم وليداتكم ويسهل عليكم الصعاب. صافي هنا البنات رانا كنوجد هاد الكميه كما شفتوا في هاد الطويسات بحال هكا. صافي كنجمعهم بالسلوفان كيتغطاو مزيان. كندخلهم للمجمد. طريقه اللي زوينه سهله مسربيه كما كنقولوا حنا، وغير مكلفه، داكشي مسربي. والحمد لله على كل حال. كنسال الله تعالى الله يسهل اموركم، وعلى جميع الناس كاملين اللي ما في استطاعتوش يشري الحولي ولا شي حاجه، الله يسر لهم صعاب، والله يفك عليهم كل طريق في الضيق ان شاء الله يا ربي. ونتمنى من الله تعالى السميع العليم الله يحفظ لكم الصحيحه ديالكم. راه الصحه هي راس مالكم، وهي كنقولوا حنا هي الفرحه الكبيره ديالكم. والهلا يخطيكم عليا يا رب العالمين، هلا يخطيكم عليا. وشكرا شكرا لكم بزاف. يعني واخا نعيا نشكر فيكم محال نوفي لكم الحق ديالكم، والله العظيم راكم عزاز راكم غاليين. يلا البنات دعيو معايا، دعيو معايا بزاف بزاف. الدعوات ديالكم الله يجازيكم كل خير يا رب العالمين. المهم البنات هنايا كما شفتوا الكميه رانا صاوبتها، ساليتها دابا ان شاء الله هكا دخلهم للمجمد. صافي بحال هكا ديروا وحده فوق من وحده ودخلهم للمجمد، خليهم يتجمدوا. وكما قلت لكم الكميه اللي كتبغي طيبوا مثلا نهار تاني عيد هكا، يعني ما كاينلاش يعني تدخلوها كما كنقولوا المجمد، يعني خليوها الكميه اللي غتبي ديروا حتى الغد اللي عادش ديروا ليها البصله وديروا لها الملحه. يلا البنات دوزوا بخير، ما تنساونيش من التعاليق ومن لايكاتكم. وشكرا لكم بزاف، شكرا لكم بزاف. يلا دوزوا بخير، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. وعواشركم مبروكه، تعيدوا ان شاء الله بالصحه وبالسلامه ان شاء الله لكم كاملين، والجاليه الاوروبيه والمغاربه من طنجه.